السلام عليكم. أنا سمعت كلامكم وجبت الكشكوان تاني من حد تاني وطلع برضه نفس الطعم وما فيهاش أي مطة. أنا كده بقى مضطرة بصراحة أسافر سوريا، لأن عايزة أشوف بقى هي الكشكوان الأصلية بقى بتاعت بلدها يعني زي بتاعتنا دي ولا لأ، وهل بتاعتنا بقى فعلا يعني طعمها مش حلو ولا أنا اللي حظي كده مع كل حد أشتري منه كشكوان ما تطلعش حلوة. أولًا طلعت برضه وأنا باقطّعها بتتفتفت، ثانيًا حادقة جدًا، ثالثًا بقى لمّا عملت بيها الفطاير القمر دي شايفين حطيت حتة جبنة كبيرة أوي، ومع ذلك لمّا استوت الفطاير ما لقيتش ليها أي آثار، يعني تحس إن إيه العجينة كده شربت الجبنة خالص وما فيش أي حاجة، بُصّوا حتى الفطاير طالعة قمر، شايفين؟ طرية جدًا على فكرة، هانزّل لكم الفيديو المرة الجاية إن شاء الله. فين الجبنة؟ أنا عايزة أعرف فين راحت الجبنة، يمكن لمّا حطيت حتّة كبيرة أوي في قلب الباتيه ده اللي أنا عاملاه إن شاء الله هانزّل لكم الفيديو بتاعه المرّة الجاية، لقيتها مثلًا شوية، لكن غير كده لو حطيت حتّة صغيرة ما لهاش أي أثر، العجينة بتشربها كده ولا ليها أي أثر. يا ريت بقى حبايبنا بقى اللي يفهموا كويس في الكشكوان يبعتوا لي يقولوا لي هي إيه المشكلة بالضبط، يمكن تكون المشكلة فيّا، وألف هنا وشفا.